بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بهر بهي ونسرين وريا كذنا نري للسر جريا. بهر بهي ونسرين وريا كذنا نري للسر جريا. حيفا من نسرين وريا روندك وريا سربان رويا او چاوی ترش گله گریا. بسکن تزراون وک ریحان الدرداون. اوی 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 ریو کی تخناون جیان چندی بلاون. اوی 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 بسکی تزراون وك ريحان الدردان. اوي 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 بروكي تخناون جيان چندي بلاون. اوي 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 اوان چاوان گرينه جبر خمات جياني اسمرام جياني چاور شام جياني. اوان چوان گرينه جبر خمات جياني اسمرام جياني چاور شام جياني. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. أي هوار آقر بردينه جرقودين تجي برينا. أي هوارة أي هوارة بو 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 بو. أي هوارة ظالم بو ظالم بو. هر دو چاو بوچه دگرینن دستو پی. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شيف حسن. عم تسمعوا هنا عبر الموجة 103.5 من قامش لوريفها وعبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم ترافقونا مشاهدة. اليوم بحلقتنا رح بيكون الموضوع له علاقة بالصحة النفسية
وهو اضطراب الاكتئاب. لنعرف أكثر حول هذا الاضطراب معنا بالاستديو الأخصائي النفسي الدكتور خالد الحش خلف. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين والمستمعين، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور خلينا نحن والمتابعون نسمع لهالمقدمة تعريفية بموضوع حلقتنا. تمام. ونرجع لنبلش الحوار. تفضل. تمام إن شاء الله. الاكتئاب أو الاضطراب الاكتئابي هو اضطراب نفسي شائع ينطوي على تكدر المزاج أو فقدان الاستمتاع أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن، وينتج هذا الاضطراب عن تفاعل معقد بين عوامل عدة اجتماعية ونفسية وبيولوجية لدى الشخص. للاكتئاب أعراض عديدة، منها ضعف في التركيز، ضعف تقدير الذات أو الشعور بالذنب بشكل مفرط ومبالغ، اضطرابات في النوم، فقدان الوزن والشهية في الأكل، وفتور في الطاقة. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن ما يعادل نحو 280 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب. وتقدر الصحة العالمية أن سوريا واحدا من بين كل 30 سوريا يعاني من حالات نفسية وخيمة من قبيل الاكتئاب الوخيم أو الذهان أو أي شكل مسبب للإعاقة من أشكال القلق، وأن سوريا واحدا من بين كل 5 سوريين يعاني من حالات نفسية متوسطة إلى معتدلة من قبيل الاكتئاب المتوسط إلى المعتدل. وعلى الرغم من وجود علاجات فعالة معروفة للاضطرابات النفسية، فإن أكثر من 75% من الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يتلقون أي من هذه العلاجات لأسباب عدة، منها عدم الحصول على الرعاية الفعالة، النقص في أعداد مقدمي الرعاية الصحية والمدربين، والوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. دكتور خالد يسعد صباحك من جديد. صباحك مرة ثانية. بداية دكتور، لو نسلط الضوء على مفهوم هام في المجال النفسي وهو الصحة النفسية، خلينا نعرف منك ما هي الصحة وماذا يعني مفهوم الصحة النفسية. تمام، أهلا وسهلا بكم من جديد. راح نحكي بداية قبل التكلم بموضوع الاكتئاب أو اضطراب الاكتئاب عن مفهوم الصحة وعن مفهوم الصحة النفسية، المجال يلي عم نشتغل فيه. طبعا مفهوم الصحة بشكل عام هو الحالة من المعافاة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليست فقط غياب المرض أو الاعتلال. يعني حالة متكاملة من التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي. الصحة طبعا بالنسبة للصحة النفسية هي كذلك حالة من الشعور في التعافي نستطيع من خلالها معرفة قدراتنا الخاصة والتعامل مع ضغوط الحياة والعمل بإنتاجية، وكذلك المساهمة في بناء المجتمع يلي نعيش به. هاي النقاط 4 نقاط. أول شيء عرفنا قدراتنا، عرفنا شلون نتعامل مع الضغوط، عملنا بإنتاجية، وفدنا المجتمع يلي نعيش فيه. هاي 4 نقاط تسمى قواعد الكرسي أو قواعد الطاولة. 4 نقاط، أي خلل في هاي النقاط يؤدي إلى ظهور عرض ما أو اضطراب ما. لذلك الصحة النفسية تعلمنا كيف نفكر ونشعر ونتصرف، عمليا حالة من التوازن بين الكثير من الجوانب. يا سلام عليك. تمام دكتور، ما هي أهمية الصحة النفسية وعلاقتها بالصحة الجسدية لدى الشخص؟ تمام، سؤال جيد. هلا مثل ما قلنا تعريف الصحة العامة هي حالة من المعافاة
الجسدية والنفسية والاجتماعية. لذلك الصحة العامة ليست جسدية فقط، وكما يقال بالمثل العقل السليم في الجسم السليم. والعقل هو أساس التفكير وأساس الإرادات وأساس النشاطات بالجسم. في علاقة تبادلية بين الصحة النفسية والأمراض. فاضطراب الصحة النفسية يؤدي إلى ظهور الأمراض، وظهور الأمراض يؤدي إلى اضطراب في الصحة النفسية، ترتبط مع بعض، تبادلية تماما. طبعا كانوا يقولون قبل أنه 85% من الأمراض سببها نفسي. ولكن في هذه الأثناء وخاصة بالحروب مثل ما أنت قلتي بالتقرير من شوي، وخاصة احنا في بلد حرب، النسبة ترتفع أكثر من هذه النسبة، أكثر من 85%. طبعا بالآونة الأخيرة ظهرت مدارس تعتني بهذا المجال، منها مدرسة سبب نتيجة. هاي المدرسة تعزي كل مرض جسدي إلى سبب نفسي مقابل. كل مرض جسدي تماما، كل الأمراض، حتى أنها تقسم الجسم إلى قسم يساري وقسم يميني، وإلى قسم علوي وقسم سفلي. فالقسم اليساري يتعلق بالمشاعر، والقسم اليمين يتعلق بالتفكير. فيلي عنده يصير نقص أو زيادة في هاي في التفكير أو المشاعر يحصل عندنا اضطراب ومرض. طبعا أثناء التقسيم نلاحظ أنه القسم اليساري يصاب به أكثر النساء، لأنه يتعلق بالمشاعر. فقليل ما تلقين رجل يتألم من إيده اليسار، له علاقة بالعقل وطريقة التفكير تماما. في شيء أقول لك، القسم اليساري يتعلق بالمشاعر، والقسم اليمين يتعلق بالتفكير. فأغلب النساء أمراضها بالقسم اليساري، وأغلب الرجال بالقسم اليميني. هذا الشيء اللي ممكن يفسر إنه حتى باضطرابات القلق اللي تناولناها إنه لدى النساء أكثر شيوعا من الرجال. هون النقطة الأساسية. طالما الحالة نفسية، فعند الإناث تكون نسبة 3 إلى 1 من الرجال. وخاصة دكتور يعني هذا الشيء بمنطقتنا أو بالشرق الأوسط، يعني يمكن الحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية عوامل كتيرة ممكن تساهم إنه تكون نسبة الاضطرابات بأشكاله المتعددة لدى النساء أكثر من الرجال. نعم. حتى حكينا الموضوع باضطراب القلق. نعم دكتور، خلينا هلأ نتناول موضوع حلقتنا اللي هو اضطراب الاكتئاب. ما هو هذا الاضطراب؟ تمام. إذا تسمحي لي بفقرة بسيطة. تفضل. طالما حكينا عن الله يزيد فضلك، طالما حكينا عن الصحة النفسية، في عندنا أشياء نعملها نحافظ على صحتنا النفسية. طبعا في الحلقات الجاية راح نفرد حلقة كاملة أن نتحدث عن الصحة النفسية. في شيء أمور نمارسها تساعدنا في الحفاظ على صحة نفسية جيدة. من ضمنها في شيء اسمه ثلاثي. بالحالات النفسية نحكي عن شيء ثلاثي، هو الغذاء والنوم والحركة. متى ما كانت الغذاء والنوم والحركة، متى ما كانت هاي الأمور الثلاثة متوازنة نحصل على شيء جيد. طبعا هون في شيء أساسي كمان يعني يجوز يغيب عنا، هي المشاركة مع الآخرين، التفاعل مع الوسط المحيط. التفاعل بالاتجاهين. الاتجاه الأول أنه لازم يكون في عندنا أشخاص نلتجئ إليهم بالمساعدة ونشاركهم مشاعرنا وهمومنا، وبالمقابل نساعد الأشخاص الثانيين، يعني أشخاص ثانيين كمان يشاركونا همومهم وأفكارهم. تماما. فهالاتجاهين كثير يفيد في موضوع الصحة النفسية. حلو. موضوع طبعا حكيناه المرة الماضية، هو الثقافة. كل ما زادت ثقافتنا، كل ما زاد وعينا، نكون بحالة جيدة. يمكن من الأسباب اللي بتؤدي
لسوء حالات الاضطراب بأشكاله المتعددة وليس فقط الاكتئاب هو مسألة التوعية بالمرض والتوعية بالحالة والتوعية نعم. بالأعراض لدى الشخص اللي ممكن ما يفرق إن إذا هو بحالة طبيعية من تغيير المزاج أو هو بحالة من حالات الاضطراب. هون النقطة راح نحكيها بعد شوي. نعم. إنه ما في تفريق عند الناس بين إنه في شيء طبيعي وفي شيء مرضي. في شيء اسمه عرض وفي شيء اسمه مرض. تمام. إن شاء الله نحكيها في سياق الحلقة. دكتور، ليش يعني لماذا يوجد أفكار خاطئة منتشرة غير دقيقة عن حالة الاضطراب لدى الناس؟ شو السبب لهذا الشيء؟ تمام. تحبين هلا نجاوب؟ تحبين من خلال الحلقة؟ خلينا نسمع استطلاع دكتور، شو رأيك؟ في عنا استطلاع أجروه زملائنا فريق راديو بوير حول هذا الاضطراب. سألوا عدد من الناس عن آرائهم وأفكارهم. خلونا نسمع الآراء وبنرجع لنتابع الحديث حول الموضوع. تفضل. بالحديث عن الاكتئاب طبعا له درجات، وبالتأكيد كلنا متعاملين مع أشخاص مكتئبين. وكتعريف للاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعور دائم بالحزن وفقدان الشغف والاهتمام. أما بالنسبة لأسبابه فهي كتيرة، يعني منها عاطفية واقتصادية واجتماعية وعائلية، ومنها الفقدان والإحساس بالفشل وكثرة التفكير السلبي أيضا. أما بالتخلص من الاكتئاب يعود إلى مستوى تأثيره إما بالعلاج النفسي أو الأدوية أو بالتعبير بالكلام، وأما العلاج البدني كالرياضة. أظن حالات الاكتئاب عند المرأة أشد من الاكتئاب عند الرجل، والسبب أكيد يرجع حسب معرفتي كتجربة شخصية. كفيزيولوجيا المرأة تتعرض لتغير هرمونات، تتعرض للحمل والولادة والفترات الرضاعة، وهدول الفترات بتجلب مع كتير حالات اكتئاب. وأنا شخصيا تعرضت لاكتئاب ما بعد الولادة، والحمد لله بفضل القراءة والمعلومات السابقة عن هدول الأمور والتوعية الطبية والصحية النفسية تغلبت على الحالة بإرادة قوية وبانشغال بفترات معينة بقراءة أو سواء كان بروتين معين. فأظن المرأة تتعرض لها أكثر بحكم عاطفتها الأقوى، بحكم مثل ما قلت الهرمونات وغيرها. أسباب الاكتئاب كثيرة جدا، يعني أحد الأسباب هي فشل إن كان في دراسة، إن كان في عمل، إن كان في مشروع زواج، مشروع شغل، مشروع أي شيء تفشل فيه يولد رد فعل سلبي جدا على الشخص، تسبب له أمراض كثيرة منها الاكتئاب. يعني الاكتئاب بأنواع بمراحل، ممكن اكتئاب يعالج، ممكن اكتئاب لا يعالج. التخلص من الاكتئاب بشكل عام هي يفضل مراجعة دكتور نفسي أو أخصائي استشارة نفسية. تعاملت مع نفسي، مرقت بفترة اكتئاب، فسرت هذا الشيء بانتهاء شغفي لكل شيء. صرت أفضل الوحدة، صرت أتجنب القعدات العائلية والأصدقاء مثل أيام زمان. صرت أقعد لحالي، أفضل أكون لحالي أكثر من إني أكون مع العائلة أو الأصدقاء. وأسباب الاكتئاب هي الغدر أو الكسر الثقة من أعز ناس كنت توثق فيهم ثقة عمياء، أو من العائلة، أو من المشاعر العاطفية. كيف فينا نتخلص من الاكتئاب؟ هي التقرب من رب العالمين وقراءة القرآن والصلاة. هدول أكتر أسباب بيخليك تنسى الاكتئاب كليا. دائما أفضل التقرب من العالمين والصلاة وقراءة القرآن. أنا قد رأيت أشخاص أنه يعانون من الاكتئاب، ومن أسباب الاكتئاب يمكن تكون يعني
عوامل وراثية، أو اضطراب مزاجي، أو بعض حالات طبية مثل ألم بالرأس، ألم بالظهر، يشعرون بالقلق أو التنميل، أو يعاني المكتئب خلال نوبة الاكتئاب يعني من تقلب المزاج. يعني أحيانا يشعر بالحزن، سرعة الغضب، وتختلف نوبة الاكتئاب من أوقات إلى أخرى. اكتئاب المرأة يعني يكون أكثر تأثيرا من اكتئاب الرجل، لأنه المرأة لديها أكثر حساسية، مزاج متقلب أكثر من الرجل. من الجديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي بوير اف ام، وصباحك دكتور. استمعنا لآراء الناس حول موضوع حلقتنا اضطراب الاكتئاب، كيف شفت الآراء؟ والله ما شاء الله عليهم حقيقة. يعني في شخص تكلم، أو في سيدة تكلمت كأنها أخصائية نفسية. نعم. يعني تكلمت عن العلاج، تكلمت عن الأسباب. طرق وأفكار كثيرة. في بعض الأخطاء من هذا إن شاء الله هلا نحكيها خلال الجلسة. وفي بس ولكن بشكل عام يلي حكوه جيد، كان كل شيء سليم تقريبا. تماما. تقريبا يعني نسبة كبيرة. هن يتناولوا الكثير من النقاط الهامة حول الاضطراب، منها انه الاضطراب بالاكتئاب عند المرأة بتكون اكثر نتيجة. نعم. احيانا بيكون في عوامل لها علاقة بالهرمونات وفترات. حقيقة الاشخاص اللي انتم ملتقين فيهم يعني اشخاص يعني عندهم ثقافة قوية جدا. هذا شيء إيجابي دكتور، إنه يكون في نظرة سليمة لدى الناس عن حول موضوع الاضطراب. والله شغلة مفرحة إنه الناس يعرفون التوجه. يعني إذا انتشر هاي الأفكار والقيم الموجودة اللي حكوها من شوي، شيء طيب. هذا الشيء ممكن يساعد بتقليل عدد حالات المصابين بالاكتئاب، نوصل لدرجة كبيرة. نحن بحاجة عمليا لتوعية لحتى ندارك زيادة عدد الحالات الإصابة بالاكتئاب. التوعية عم يعني احنا مبدأنا الأساسي بالعمل في فرق الصحة النفسية هي التوعية. العامل الأساسي والنقطة الأولى للعمل. دكتور، خلينا هلأ نعرف ما هي أنواع الاكتئاب. في مجال نحكي عن الاضطراب وتعريفه في مجال. أكيد. تمام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا في مفاهيم منتشرة بين الناس خاطئة. فأي شخص تسألينه شلون حالك يقول لك أنا مكتئب. السؤال هون لنا جميعا، هل الاكتئاب عرض ولا مرض؟ أحيانا نتعرض لضغط ما أو حادثة ما، يتلو هاي الحادثة حزن. هذا الحزن عبارة عن رد فعل طبيعية للجسم. نعم. بعض الأشخاص يفسرون هذا الرد بأنه اكتئاب. هو عبارة عن رد فعل طبيعي فقط للحزن اللي عاشه. تماما. وهذا الحزن يعني يذهب يوم ويأتي يوم، غير مستمر. لفترة بسيطة. تماما. أما الاكتئاب هو اضطراب نفسي عاطفي يؤثر على الحياة بشكل كامل. ايش يسوي أنسة؟ يغير نظرتنا للحياة. يذهب الشخص إلى الجانب السلبي، النظر برؤية السلبية للأمور. تماما. يتذكر المواقف المحزنة، ينسف كل شيء نجاحات حققها، يعني يرى نفسه إنسان بين قوسين فاشل بدون قيمة. ينسف كل شيء نجاحات قدمها. الشيء اللي بعده تصير نظرته سوداوية للحياة. هاي هي من ضمن الأعراض اللي ممكن تكون موجودة لدى بعض الأشخاص، أنه هو أو هي شخص مكتئب. تماما. دكتور، معناته بتكون الكثير من الحالات هي عبارة عن حالة عرضية بتجي للشخص نتيجة مروره بحادثة أو ظرف أو تقصد الاكتئاب؟ نعم. لا. دكتور، هي حالة عرضية قبل ما تكون تتحول لاضطراب. إذا استمر هذا الشيء لفترات طويلة مع الشخص وزادت الأعراض، فهون ممكن يكون الحالة تحولت فعليا لاضطراب. تماما. احنا ما نقدر نقول
انه تحول الاضطراب الا اذا حقق معظم في اعراض مخصصه ووقت مخصص، فنقول انه وصلنا لدرجه اضطراب. نعم. ولكن كعرض مثلا حزن بسيط او ردة فعل بسيطة للجسم، هذا لا يسمى اكتئاب. صح، لانه في تغييرات احيانا بتكون بتصير بالمزاج لدى الشخص عدة مرات في اليوم، وهذا مو بالضروري انه يكون اكتئاب. تمام. طبعا الاكتئاب هو مرض منتشر جدا، يصيب كافة الفئات العمرية. نعم. ويصيب الإناث بنسبة 3 إلى 1 للذكور. الإحصائية بالنسبة للصحة العالمية تقول أنه 300 مليون شخص بالعالم مصابين بالاكتئاب. دكتور، نعم. وهذا الشيء تحدثت عن نقطة أنه ممكن يكون عند النساء نسبة الإصابة بالاكتئاب أكثر نتيجة لعوامل عدة أشرنا إليها في سياق حديثنا، ولكن يعني ممكن إن شاء الله نذكرها بالسياق الحديث. نعم دكتور، ممكن يعني هون حابة استفسر عن نقطة. نعم. هو هذا الشيء بيتعلق بالفئات العمرية، يعني بغض النظر سواء كان نساء أو رجال، مع التقدم بالعمر يكون نسبة الإصابة أكبر. تماما. سؤالك ممتاز 100%، راح نحكي إن شاء الله. نعم. إيه قلنا يصيب كافة الفئات العمرية. يصيب الأطفال في ليش؟ نتيجة تعلقهم بالجد والجدة، تصوري، وكذلك في حالات الانفصال بين الأم والأب، حالات الطلاق. نعم، حالات الطلاق. لاحظنا ظهور حالات الاكتئاب عند كبار السن، وخاصة في الفترة الأخيرة نتيجة سفر الأبناء، وخاصة صار عنا حالات كثيرة من الهجرة. نعم. بشكل عام في هجرة أو صارت هجرة كثيرة للشباب من منطقتنا، معناته في كثير من حالات الاكتئاب للأسف. إيه بدي أوصل فكرة. نعم. للاضطراب بمفهوم أنا سميته حيوي. تفضل. هذا المفهوم الحيوي لو تعرفنا عليه راح نلقى طريقة للتعامل معه والسيطرة عليه. ايش يتضمن هذا المفعول او هذا المفهوم عفوا؟ المفهوم يتضمن رفض الماضي ورفض المستقبل. رفض الماضي يعني رفض المعاناة ورفض الحالات التي مر فيها الشخص. رفض المستقبل هو الرعب والخوف والهلع من الأحداث القادمة. وجود رفض الماضي ورفض المستقبل يؤدي إلى اضطراب الاكتئاب. تمام؟ وصلت الفكرة. إيه. المشكلة الأكبر إذا صار عندنا رفض للحاضر، يعني الشخص ما يعيش باللحظة الراهنة، ما يتقبل الواقع اللي فيه. هون يصير الاضطراب يذهب إلى أبعد من شيء بالاضطراب، وممكن يؤدي إلى الانتحار. للأسف كثير من حالات وفق منظمة الصحة العالمية أكثر من 700,000 شخص بينتحروا سنويا، والاكتئاب كان رابع سبب أتوقع لحالات الانتحار. هذا ما بعرف صحة التقرير أنا جبته، ولكن 70% من حالات الانتحار يكون فيها اضطراب الاكتئاب سبب كبير، سبب رئيسي من الأسباب الأولى. بدي أحكي عن شغلة عم تخطر ببالي. نعم. طالما حكينا عن شغلة الرفض للماضي والرفض للمستقبل، في شيء عندنا بالمقابل اسمه التعلق بالماضي والتعلق بالمستقبل، الهروب من الواقع عمليا. شلون؟ الماضي ميت والمستقبل مجهول. صح. الأشخاص إما يعيشون بالماضي، في أشخاص إما بيعيشوا بالماضي أو يعيشوا بالمستقبل، أو يفكروا بس بالمستقبل. للأسف في أشخاص يعيشون بالماضي وبالمستقبل، ينسون الحاضر. إيش يسوون؟ شلون الشخص لما يتكبل من إيده من هون فما يقدر يشوف اللحظة الراهنة قدامه، يشوف السعادة قدامه، ولكن ما يقدر يتعامل معها. دكتور، الحالة السليمة اللي لازم الشخص يحاول إنه يكون يعني يكون مشابه، إنه يتجاوز مآسي الماضي. أيوة.
ويتعامل بمرونة مع توقعات المستقبل ليقدر يعيش الواقع بشكل سليم يعني. سؤالك ممتاز جدا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. في عندنا خط زمني مثل السهم، كل شخص يمر بنقاط، يمر من نقطة ألف ب ج. نعم. تمام. هاي مسار حياة. البي أنسى، البي هي مشكلة، الشخص لازم يمر بهاي المشكلة حتى يوصل للجيم. معظم الأشخاص ونحن منهم لما نوصل بي نقفز، نوصل للجيم نفكر إيش سيطرنا على المشكلة. صح. كل ما عدينا مرحلة أكثر نلاقي البي قدامنا. صح، لأنه ما تجاوزنا هذيك الخبرة يعني، ما حلينا المشكلة. فلما نلاقي البي قدامنا مرة ثانية نلاقيها مضاعفة. صح. بي مربع. إذا تجاوزناها وقفزنا مثل القفزة الأولى راح نلقاها تضاعف أكثر، لذلك تتراكم الأمور وما نقدر نسيطر تصير معقدة عليها. أكثر. لذلك السيطرة على الأمور وفهم المشكلة وحلها بتوقيتها أحيانا بيكون أفضل ما تماماً. يتم تأجيلها. نوصل لدرجة طيبة. سؤالك جيد ممتاز. أحيانا بيكون مثلا في نقاط تستدعي النقاش لدى بعض الأشخاص، دائما بيأجلوا النقاط سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء بأي مكان كان. هذا الشيء ممكن يخلي تراكمات نفسية لدى الشخص اللي رح بيناقشك أو الموضوع تتعقد أكثر. فكتير مهم إنه يكون في نقاش للمشكلات بتوقيتها. مو حتى نقاش، حتى توقف. احنا نسميه توقف عند المشكلة وتعرف عليها وحلها، يعني نحل المشكلة أكثر ما نأجلها. تمام. دكتور، خلينا نحكي عن أنواع الاكتئاب. تمام، وصلنا لأنواع الاكتئاب. هلا في تصنيفات كثيرة بالنسبة لأنواع الاكتئاب. منها ما يعتمد على الشدة ومنها ما يعتمد على الأعراض المرافقة، وفقا للشدة أو وفقا للأعراض المرافقة. تماما. ولكن بشكل عام راح نحكي عن أهم أنواع الاضطرابات الاكتئابية. أول نوع هو نوع اسمه الاضطراب الاكتئاب الشديد. اضطراب الاكتئاب الشديد هون يصبح الإنسان أو الشخص عاجز عن القيام بأداء واجباته ووظائفه، فيشعر بالكآبة ويفقد التركيز وتقل طاقته. تمام. هذا الاكتئاب شديد، ولكن إذا ترافق مع شغلتين يصبح أشد. إذا ترافق مع فقدان الأمل والشعور بالذنب يصبح الاضطراب شديد جدا والشخص يلزمه دخول مشفى. تمام. نعم. هذا الاكتئاب لا يعفي شخص من الوصول إله. فلا أحد، حتى الناجحين والدقيقين والناس يبغون الكمال ممكن يصل إليهم الاكتئاب. بتقريرك من شوي قلت لي شخص إلى 30 وحقيقة فأي شخص معرض الوصول اضطراب له. حتى بحكمة تأتيني هلا يقولون تاج الملوك لا يحميهم من الصداع. صح. ففي ناس يقولون احنا معفيين، لا ما في حدا معفي. ما في حدا معفي. الكل معرض. صحيح. هذا أول نوع من الاضطراب. في عندنا اضطراب الاكتئاب المترافق مع اضطراب المزاج. هذا يحدث كردة فعل لحادثة ما، إما فقدان عزيز، فقدان وظيفة، فقدان علاقة حميمية، تغير بالحياة في نمط الحياة. يترافق مع شغلتين، يترافق مع مشاكل بالنوم ويترافق مع مشاكل بالشهية والوزن. فقدان الشهية الأكل. ايه بالنوم، إما عدم النوم أو نوم عميق أو الصعوبة في الدخول بالنوم. بالنسبة للشهية والوزن إما شهية مرتفعة أو منخفضة أو وزن زاد أو وزن منخفض. طبعا تستمر هاي الأعراض لفترة ويلزم اللجوء المساعدة. كل ما كان الاضطراب أقرب للطبيعي كل ما كان العلاج أسهل. المزاج كل ما كان المزاج أقرب للطبيعي كل ما كان العلاج أسهل والخروج من هذه الحالة أسهل. كل ما كان الاضطراب
معكر تعقد عندنا الاكتئاب. يمكن كمان وسائل التشخيص بتستلزم عدة وسائل ليكون يتم علاجها. تماما. حكينا فكرة قبل اللقاء، سألتيني عنها، إن شلون يختلفون الأشخاص بالتعامل مع الظروف. دائما نعيدها ونذكر فيها، وحكيناها الحلقة الماضية. الشخص يلي عنده خبرات ويلي حاب يزيد ثقافته ويزيد وعيه شخص يوصل لحالة يقدر يتعامل مع الضغوطات ومع الظروف. صحيح. الشخص المهمل يؤدي به الحال إلى الاضطرابات. صحيح. دكتور، لما بيكون في عند الشخص نظرة مسبقة بموضوع التوتر والقلق والاضطرابات، رح يعرف يتدارك الظرف النفسي اللي رح بيعيشه بأي موقف. تمام. احنا ليش حكينا عن الحلقة هاي؟ بدنا نوصل فكرة للناس. أنا راح أوصلها ببساطة، أنا أحكي ببساطة مشان توصل لأبعد شخص. صح. لذلك كل ما كان عندنا فكرة عن الأمراض، كل ما كان عندك حتى الحياة بشكل عام. صح. بشكل عام لازم يكون عندنا فكرة عنها. هيك بدير حالته النفسية قبل ما تستعصي وقبل ما يتجه للطبيب إذا كان الحالة عميقة. تمام. يا سلام عليك. هلا في نوع من الاكتئاب من شوي حكوا بالتقرير، هو اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. هذا الاكتئاب شائع جدا، وإن شاء الله راح نخصص له حلقة خاصة فيه. اكتئاب ما بعد الولادة لدى السيدات. نعم. حلقة خاصة فيه لهذا الاكتئاب، لأنه مهم جدا. صحيح. ولازم التحدث عنه، لأنه أحيانا يغيب عن ذهن أشخاص كثيرين. هذا الاكتئاب يمر بثلاث مراحل. مرحلة خفيفة نسميها ما قبل الاكتئاب، ومرحلة اكتئاب، ومرحلة أبعد من الاكتئاب. المرحلة الأولى تتميز بالحزن. تستمر لمدة أسبوع. تبدأ من الولادة لمدة أسبوع. طبعا في عندنا عادة طيبة جدا، بعد الولادة يسمونها 40 يوم. هل 40 يوم تأخذ المرأة فيها دعم، تأخذ تشجيع، وحتى أعمالها البيتية تكون قليلة، في ناس يقومون محلها. صحيح. بيكون إما الأخوات أو الأم أو تماما. طرف الزوج. هل الأمر هذا يساعدها بتخطي هاي المرحلة نفسيا وجسديا كمان بتساعد. طبعا لأنه في يصير عندنا، تعرفين أنت، يصير عندنا تغير بالهرمونات. يعني الحالة ما بتكون بإيد السيدة، يعني بيكون في تغيير بالهرمونات بيؤدي لتغيير المزاج. وبتؤدي للاكتئاب. عندنا تغيير بالهرمونات وتغيير بنمط الحياة. أول شيء يعني كان عندها العادة الشهرية، تحولت إلى حمل، تحولت إلى ولادة، تحولت إلى إرضاع. صحيح. حتى في هرمونات بتسبق الفترة بتؤدي على نفسية الفتاة ونفسية الشاب. تماما. إذا ما تجاوزت، طبعا هون نسبة إصابة النساء بهاي المرحلة 75 إلى 80% من النساء تصاب بهاي المرحلة. بهالحالة النفسية. بهالحالة هاي النفسية الأولى. المرحلة الثانية إذا ما تم تشجيع ودعم المرأة، نوصل إلى حالة الاضطراب أو اضطراب الاكتئاب. تصاب نسبة 5 إلى 25% من السيدات. طبعا على الأغلب ما حد يلاحظ هاي الفترة. تصوري حالة اضطراب الاكتئاب ما حدا يلاحظها، تمر ولكن نشوف النتائج فقط. إذا ما نعم تفضلي. لا دكتور كمل. يعني إذا ما تم علاج هاي الحالة نوصل إلى حالة أصعب، إن شاء الله ما نوصلها، هو الذهان النفاسي. دكتور شو السبب؟ يعني هذا هو السؤال، شو السبب إنه الوسط المحيط، إذا الشخص ما كان كتير عم مستوعب حالته النفسية والظروف اللي عم بعيشها والأعراض اللي بتجي، شو السبب إنه الوسط المحيط ما عم يستوعبوا أو ينتبهوا إنه هذا الشخص عنده حالة نفسية بتستدعي الاهتمام والرعاية وممكن تستدعي اللجوء لطبيب؟ تماما. هلا من السبب اللي حكيتيه من شوي أنت،
ما في شيء ثقافة عند الأشخاص. للأسف. إذا كان في ثقافة وصلت محاضرات التوعية للناس، راح يصير عندهم شيء إلمام بهذا الموضوع، ومن صار إلمام صاروا يعرفون التعامل معه. أحيانا من باب الإهمال، أحيانا عدم ملاحظة الموضوع، عدم المعرفة. دكتور، كمان في نقطة مهمة ذكرتها بالتقرير، مسألة الوصم الاجتماعي المتعلق بهذا اضطراب. أحيانا بيتعاملوا مع مسألة الشخص إذا كان أكثر من مجرد حزين أو أكثر من مجرد نفسيته تعبانة، إذا وصلت لحالة نفسية تسمى الاضطراب بيصير تخوف يعني. طبعا مو بس هون الاكتئاب بعد الولادة، كافة الاضطرابات النفسية بشكل عام عم نتحدث. بشكل عام. في عندنا شغلة وصمة العار، وهذا للأسف يعني أودى بأشخاص إلى الهلاك. يعني ليش بيشوف المجتمع إنه الإنسان إذا اضطرب نفسيا هو شغلة معيبة؟ يعني ليش ما كان موصلهم. هلا الحمد لله من خلال إذاعتكم، من خلال محاضرات توعية، وصل للناس فكرة الصحة النفسية. صحيح. لما توصل فكرة الناس تتفاعل معها، تمام؟ صحيح. فلما الجهل بهذا الموضوع الناس تذهب الوصمة صحيح. العار. مثل ما الحالة الجسدية والأمراض الطبية بتستدعي العلاج، كمان الحالة النفسية بتستدعي الاهتمام والتوازن والصحة. يعني احنا قلنا الصحة هي عبارة اجتماع الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. خلل أي شخص أي شيء بالهاي الأمور تؤدي إلى خلل الصحة. تماما. دكتور، خلينا نحكي عن أسباب الاكتئاب. طبعا يعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا، وخاصة لدينا وفقا لبيانات والإحصائيات اللي بتنتشر من قبل منظمة الصحة العالمية، هي ثاني أكثر الاضطرابات بعد القلق. شو هن أسباب هالاضطراب؟ تمام. إذا سمحتي لي، في نوع واحد من أنواع الاكتئاب. تفضل. هو اضطراب المزاج الثنائي. هاي حالة متقدمة من الاكتئاب يرافقها نوبات هلوسة. فالشخص يشعر بالخوف الشديد والهلع، انحراف في التفكير، نوبات وهمية، تخيلات، سماع أصوات. هاي مرحلة متقدمة، أشد المراحل دكتور. نعم تماما. طبعا في شيء أن مشاكل مرافقة تساعد في ظهور الاكتئاب، عوامل محفزة. تماما. منها تغيير في السلوك. ولما نقول تغيير في السلوك، عندنا بالأحوال أو اضطرابات النفسية السلوك نقصد به الإدمان أو تعاطي المخدرات، وكذلك وجود أفكار سلبية، ووجود اضطرابات قبل. هاي الأمور الثلاثة تساعد على ظهور حالات الاكتئاب بشكل متسارع. للنقاط اللي تم ذكرها باستطلاعنا، مسألة كثرة التفكير السلبي هي أحد العوامل المحفزة للاضطراب. تعامل المرء مع طريقة تفكيره وتقبل المرء للأفكار اللي عم تنحكى أو تقبله لواقعه بيأثر كتير بطريقة تفكيره. تمام. قد ما كان الإنسان إيجابي ومرن بتقبل الواقع والأفكار اللي حواليه، أكيد هذا الشيء بيساعده أكتر إنه يكون متزن نفسيا، وبالتالي يبتعد عن الإصابة بالاضطرابات النفسية. تمام. سألتيني سؤال دائما يروح من عندنا، هو أسباب الاكتئاب. نعم. مثل ما قلنا، كما في إنه هناك أنواع الاكتئاب، هناك أسباب الاكتئاب. نعم. حسب تصنيفات العلماء وتصنيفات المدارس. في تصنيف يعتمد على شيء اسمه البعد الثلاثي، يلي حكيناه من شوي، طبي، نفسي، اجتماعي. نضيف له بعد إيماني أو روحي. فتصنف تصنف الأسباب إذا كان طبية، يعني وجود أمراض بدنية، ممكن أمراض بدنية. والتأثيرات الجانبية للأدوية. النفسية هي الفقدان أو التعرض لحالة أو ضغوط نفسية. الاجتماعية وجود مشاكل اجتماعية والعزلة. بالنسبة للإيماني هو البعد عن الاطمئنان والبعد عن تعاليم الشرع. هاي أحد التصنيفات للأسباب. في عندنا تصنيف
في عندنا تصنيف أدق وهو الذي نأخذ به. يعتمد على عدة أسباب. أول شيء العوامل الوراثية، كما ذكرنا في الحلقة الماضية ونذكر الآن، العوامل الوراثية في الحالات النفسية ليست الوراثة الحقيقية، إنما الوراثة المكتسبة. عندنا هون بدي أقسم لك تقسيمات للأعمار وكيف تكون وراثة مكتسبة. الأشخاص من بداية الولادة إلى عمر 12 سنة، هاي المرحلة نسميها مرحلة التقليد أو التقمص. تقليد أو تقمص. من 12 سنة إلى 18 هي مرحلة بناء القيم، أو عفوا الاستقلالية. استقلالية، عملية فترة المراهقة. استقلالية تماما. من 18 إلى 28 هي مرحلة بناء القيم. 28. ليش عم من 18 إلى 28 ليش عم نذكر هاي المراحل؟ مشان نوصل فكرة للناس شلون نقدر نتعامل مع الأبناء وفق لمرحلته العمرية. أيوة. ففي عندنا مرحلة كثير مهمة، هي مرحلة من 15 إلى 22. هاي المرحلة يكون فيها البناء بأشده، يعني المرحلة الثانوية والجامعة. الذكاء شديد، الاستقبال شديد، والتعامل شديد. صحيح. إذا كان الشخص استغل هذه المرحلة يصل إلى ثقافة وإلى خبرة واسعة. كتير مهم نهتم بأبنائنا بهذه المرحلة. المرحلة اللي بعدها من 22 إلى 28 مرحلة القيم ومرحلة بناء العلاقات مع الناس ومع الأسرة والعلاقات الزوجية. فأفضل وقت للزواج هو من 22 إلى 28. بعده أوقات جيدة، ولكن هاي الفترة أفضل فترة. تمام. العامل الثاني مع العوامل الوراثية هي العوامل البيولوجية أو الكيميائية. هاي تتعلق بتركيب الدماغ وتركيب والنواقل العصبية. يا سلام عليك، النواقل العصبية للدماغ. السبب الثالث هو الضغوط النفسية. الضغوط النفسية تأتي من مثل ما ذكرنا فقدان عزيز لا سمح الله، أو فقدان وظيفة، أو خلل بالحياة. أحيانا بيكون تعب جسدي، إجهاد كمان بيؤدي إلى توتر. إجهاد تمام، الضغط. السبب الرابع هو المزاج. المزاج دائما نركز عليه. وأريد توصل هاي الرسالة. الأشخاص الحساسين وسريعي الغضب، والأشخاص الذين يبغون الكمال في أي شيء، والذين يحبون الدقة التامة 100%، أكثر أشخاص معرضين للإصابة بالاضطراب. لازم الإنسان يكون شوي عقلاني، منطقي، مرن. تماما. وقلنا المرة الماضية إذا تذكري علامة الفهم البساطة. صحيح. السبب الخامس هو التغير في السلوك، هو الإدمان والمخدرات. أحيانا التغير في السلوك أحيانا يكون سبب وأحيانا يكون نتيجة. صحيح، يعني الإدمان على المخدرات بتغير من طريقة الشخص ومن سلوكه، يؤدي إلى اضطراب، والاضطراب يؤدي إلى يعني قبل الإدمان ما راح يكون في عنده اضطراب، بعد الإدمان بتظهر عنده الاضطراب. لا في شغلة أحيانا يكون كمان نتيجة للاضطراب، وأحيانا بتكون غير يعني ولكن هو سبب رئيسي. دكتور، خلصت الأسباب، خلينا نتحدث عن التشخيص. نقطة كتير مهمة. كيف يتم تشخيص الاكتئاب؟ كيف يقوم الأطباء بالتشخيص استنادا إلى الأعراض أم إلى أي معايير؟ تماما. الاكتئاب، تشخيص الاكتئاب يتم استنادا وفق معايير وتشخيصات خاصة يتبعها الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين. هاي التشخيصات تعتمد على وجود أعراض محددة وفقا لأعراض محددة. بدنا نذكر هاي الأعراض. طبعا الأعراض وفق أعراض محددة ومدة زمنية
واستمرار هاي الأعراض لمدة زمنية. يعني وجود أعراض بمدة زمنية متقطعة لا تؤدي إلى الاضطراب، ولكن هاي الأعراض إذا استمرت فوق أسبوعين نقول أنه الشخص دخل بمرحلة الاكتئاب. وإذا كان أكثر من أسبوعين فممكن شدة الاضطراب تكون أعمق أو أكثر. تماما. من هاي الأعراض انخفاض المزاج وظهور الحزن العميق. 1 تغير في التفكير ونمط التفكير، مشاكل في النوم ذكرناها من شوي، ومشاكل في الشهية والوزن، إحساس بالذنب وعدم تقبل الذات وعدم الثقة بالنفس، تدني قيمة الذات، قلة الاستمتاع. وهذا أمر هذا عرض مهم. قلة الاستمتاع وقلة الاهتمام بالذات. عندنا كذلك آلام جسدية غير مبررة، عدة مواضع. عندنا العرض الأخير هو التفكير بالموت والتخطيط له. هاي 9 أعراض. التشخيص يتم عبر هاي الأعراض وعبر المدة. إذا كان عندنا 5 أو 6 أعراض نقول أنه الاكتئاب بسيط. إذا اجتمع 5 أو 6 أعراض من الأعراض اللي ذكرتها هو اكتئاب من درجة بسيطة. إذا كان وصل لدرجة أكبر من 6 يعني إلى 8 ومدة أكثر المدة أكثر أو نفسها نقول أنه اكتئاب متوسط الشدة. إذا كان كل الأعراض هاي مجتمعة والمدة يعني متوفرة نقول أنه اكتئاب شديد. تمام دكتور. بدي أحكي فكرة. تفضل. الله يزيد فضلك. هاي الفكرة دائما نكررها. بيعدنا مصطلح اسمه الفراغ الوجودي. هذا الفراغ الوجودي يأتي من شيء. فإذا جينا سألنا أي شخص إيش غايتك بالحياة؟ ما هو هدفك؟ أو ما هو هدفك بالحياة؟ هل أنه عندك مخطط للحياة؟ تمام؟ بعض الأشخاص تكون الإجابة لا، وبعض الأشخاص تكون الإجابة ليس لدي هدف بالحياة. تمام، ما في. وفي بعض أشخاص تكون الإجابة بسيطة جدا، ما ترتقي لهذا السؤال. عدم وجود غاية وعدم وجود هدف يوصلنا لشيء اسمه فراغ وجودي. هذا الفراغ يؤدي إلى العزلة. وعندنا شيء اسمه بالاضطرابات النفسية شيء اسمه ضوء أحمر. عامل خطر. العزلة خطر تماما. دكتور الوقت عم يداركنا لو نتحدث عن الطرق والعلاجات المتوفرة للاكتئاب. راح الوقت علينا بس. اي والله راح نسرع ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. بس اقول حكمة. تفضل. اذا لم يكن لك مخطط سوف تصبح في مخطط الآخرين للأسف، ومن ضمنها الاضطراب. صحيح. لازم يكون في عند الإنسان غاية بيسعى لها، غاية بتحفزه، وكتير مهم يعني شو هي الغاية وشو فائدة هالغاية للشخص وللوسط المحيط كمان. تمام. بالنسبة للعلاج على عجالة راح نحكي. تفضل. ما أنه ضاق بنا الوقت. صحيح. العلاج يتركز على الأفكار التي تدور في الدماغ. والدماغ هو أعقد مخلوق في الكون. العلاج يقسم إلى أقسام. في عندنا علاج دوائي، في عندنا علاج معرفي سلوكي، وفي عندنا علاجات متقدمة هي بالصدمات الكهربائية. صح. العلاج الدوائي فعال وفعال جدا ولا يسبب إدمان. طبعا الأدوية تؤثر على الناقلات العصبية والمواد في هذه الناقلات، ومن أهم هذه المواد هي السيروتونين. نقص السيروتونين يؤدي إلى اضطراب أو ظهور الاضطراب الاكتئاب.
الأدوية ترفع من نسبة السيروتونين. العلاج المعرفي السلوكي المعرفي يتركز على البحث عن الأسباب وتغيير التفكير والسلوك السلبي وتغيير أنماط السلوكيات والعادات. يمكن أهم العوامل الهامة للتشخيص والعلاج هو مسألة أنه الدكتور أو الطبيب النفسي يعرف بالضبط سبب الاكتئاب لدى هذا الشخص. إذا ما عرفنا السبب ما نقدر نتجه للعلاج. طبعا هذا السبب يأتي من خلال التحدث مع المريض وأخذ القصة المرضية من خلال تشخيص تمام، أخذ قصة مرضية كاملة. العلاجات المتقدمة تكون بالصدمات الكهربائية. يجوز الاسم كبير جدا صدمة كهربائية، ولكن الصدمات الكهربائية هي علاجية. تكون بشكل بسيط، عبارة عن تخدير عام للمريض، وضع مسريين على الصدغ يمين ويسار، والأمر لا يطول، عبارة عن ثواني. هاي الصدمات تزيد من كمية الدم الواردة للدماغ وتساعد في إفراز المواد اللي حكيناها من شوي في الناقلات العصبية. طبعا يصحى المريض ولا يشعر بأي شيء، أي ألم. طبعا ما بعرف في عندنا وقت. والله عنا دقيقتين دكتور. دقيقتين تفضل. نحكي عن مفاهيم خاطئة انتشرت بين الناس، ونحكي عن نصائح بعجالة. والله بعجالة. تمام. في مفهوم عند الناس انه اذا كان في شخص مكتئب يفكرون النشاط عند الاشخاص مثل كبسة زر الكهرباء. يعني يقولون للشخص نشط حالك وكذا، ولكن الشخص هو غير قادر على القيام او عاجز، طلع من هالحالة مباشرة، عاجز، الشخص عاجز. وانه الاكتئاب عرض وليس مرض. هاي من المفاهيم الخاطئة، وانه لا يصيب الا اشخاص محددين، يصيب كل الأعمار، حتى يصيب كبار السن، ويمكن الكل. يمكن التشخيص، يمكن دارجنا الوقت، يعني كان نقطة مهمة يعني كان لابد أنه أسلط الضوء عليه، هو مسألة أنه يمكن تشخيص الحالة عند كبار السن بتكون أعقد نظرا لعوامل أخرى. يعني ما يكون أعقد نظرا للعوامل، يكون أعقد لأنه تشابه حالة الاكتئاب مع أمراض أخرى. يعني تمام. وخاصة صح خاصة الأمراض الجسدية. كلامك مزبوط أنس. نعم تفضل دكتور. والله ما ضل عنا وقت، إذا بتضيف أي شيء سريع. بدي أضيف نصائح. نقطة واحدة تفضل. لابد لكل شخص من زيادة الخبرات والمعرفة. أولا لابد من التواصل مع الآخرين. لابد من الدعم الاجتماعي. مهم جدا. أحيانا شخص ما يحتاج إلا تقول له مرحبا. صحيح. شخص يحتاج ابتسامة. أنصح كل شخص تعرض لاضطراب أو تعرض لشيء اسمه ضغوط ومشاكل، يستخدم شيء اسمه ورقة وقلم. ورقة وقلم إيش هي؟ هاي التقنية تفريغ كل الأفكار والمشاعر من الدماغ على الورقة والقلم. نصير نشوف المشكلة من فوق، ومتى شفنا المشكلة من مكان عالي نقدر نحلها ونتجاوزها. صحيح دكتور، خاصة إذا ما كان عندك شخص تلتجئ له تحدثوا عن همومك ومشاكلك وظروفك، ممكن يكون كتابة هالأمور هو عبارة عن أنك تلقي الضوء لشخص آخر من خلال الكتابة. كتابة الأمور تفيدنا بشغلتين. أرحنا دماغنا من هاي الأمور، تخفيف توتر، وحليناها. صحيح دكتور، كتير شكر لك. داركنا الوقت صح آسفين والله انه يعني اخذنا الوقت وما يعني. بالعكس كتير شكر لك ولافكارك، ومضمون الحلقه كان كتير مهم، تسليط الضوء على ظاهره منتشره وخاصه عندنا بالمنطقه الاكتئاب. الدكتور الاخصائي النفسي خالد الحاج خلف، كتير شكر لك، وكتير الشكر لكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. هيك خلصت حلقتنا الثالثة من حلقات البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية معي أنا الشيف حسن. انظرونا بحلقات لاحقة، إلى اللقاء.
بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.